أكثر المواضيع هذه الأيام على البصمة الثالثة، لأنها تشمل أغلب موظفين الحكومة التابعين لديوان الخدمة المدنية. ولازم نوضح يعني أن ديننا الإسلامي والقوانين واللوائح تحث على الالتزام بالعمل وأدائه بالشكل المرضي، لذلك الحضور والانصراف واجب قانوني وشرعي إذا طلبه صاحب العمل، ونحن مؤيدين للالتزام بالعمل، ولكن معارضين لطريقة البصمة الثالثة سواء بالوجه أو بالإصبع أو بالتطبيق النقال. والسبب أن العلاقة بين الموظف والجهة تخضع للثقة التامة وإلى إتمام العمل وإلى وجود مفهوم الرئيس والمرؤوس، ولذلك يجب أن احنا نركز على الكيف وليس الكم. الكيف اللي هو النوع والإنجاز والمستوى اللي قدمه الموظف، وهذا اللي مفروض يركزون عليه في الجهات الحكومية. ولكن مع وجود البصمة الثالثة أثناء العمل وإن كانت قانونية، لكن يعتبرها الجيل الجديد من الموظفين تقييد لهم وتمنعهم من الإنجاز، وبالنسبة للجيل القديم يعتبرها تشكيك في التزامه طوال السنوات الماضية، فبالتالي يسقط الثقة في نفوس الموظفين ويجعلهم محل الشك والريبة. ولا أعتقد أن القرار هذا قد تم دراسته بعناية، لأنهم لم يدرسوا الآثار المترتبة على تطبيق البصمة الحضور والانصراف. أما مسألة اللي يقولون أن البصمة كشفت ناس متغيبين، فهذا إن دل فإنه يدل على ضعف الرقابة في الجهة. فكيف يكون واحد مسؤول عن 20 شخص ما يعرف حضورهم وانصرافهم؟ وكيف الإدارة المالية تصرف مبالغ مالية لأشخاص تم إنهاء خدماتهم أو غادروا البلاد؟ فالأفضل من البصمة تفعيل المسؤولية وتحديد الإنجازات والأعمال المطلوبة سواء بشكل سنوي أو شهري أو أسبوعي أو يومي، وربط هذه الأعمال مع رؤية الوزارة والأهداف التي بتحققها، وهذه الطريقة المثلى وليس إضافة بصمة أثناء أو في نص الدوام. أغلب دول العالم والشركات تبحث عن الإنتاجية، لذلك تجدها تبحث وتدرس عن أفضل سلوك وطريقة مع الموظفين. في بعض الدول بحثت عن تقصير ساعات العمل، مثل ألمانيا 34 ساعة مقارنة مع الكويت 40 ساعة. وفي بعض الدول والشركات بحثت عن العمل عن بعد، مثل ما كنا في كورونا، وهذه خاصة شركات التكنولوجيا تقول اشتغل في البيت، أهم شيء عندي الإنتاجية، فينتج وهو قاعد في بيته. وآخر الدراسات اللي أجريت في جامعة كامبريدج وأكسفورد أكدت أن تقليل عدد أيام العمل له أثر إيجابي على العمل، وفي دراسة أجريت على 3300 موظف وعلى 70 شركة أثبتت هذا الأثر الإيجابي، وتم تطبيق ذلك في الشارقة، وقبل أيام طبقوها في دبي في فترة الصيف. أما الدراسات في السويد فكانت نتائجها قوية جدا، حيث توصلت إلى أن التسريب الوظيفي قل وانخفض بمستوى 57%، والإرهاق في العمل انخفض إلى مستوى 71%، والتوتر انخفض 39%. أما الأمراض المصاحبة للأعمال الشاقة أو الخطرة أو الطويلة انخفضت بنسبة 65%. وهذه النسب الممتازة اللي حصلوها في السويد انعكست إيجابيا على العمل، وندعو متخذين القرار في الجهات الرسمية للنظر في هذه الدراسات والاستماع المختصين في الموارد البشرية، ونشوف الممارسات تجارب الدول الأخرى لتطبيق النموذج اللي يتناسب مع مجتمعنا ويتناسب مع طبيعتنا ويزيد الإنتاجية في الكويت.